كان يا مكان في قديم الزمان، كانت واحد دار كبيرة مشيدة بالسواري ورخام، ريحة العود والند ديما عاطية من عتبتها. هالدار كانت ديال لالا الغالية، المرأة اللي كلمتها سيف ومشيتها هيبة. ولدها الوحيد هو ياسين، شاب في مقتبل العمر، زين وشان ومرضي الوالدين. في واحد الصباح رجع ياسين من المدينة، ولكن هاد المرة مرجعش بوحدو، رجع مع قافلة من وراه. في وسط هاد القافلة كانت هودج مزين بأبهى الأتواب. نزل ياسين من العود وقرب الهودج ومد يدو بكل وقار. خرجت منها نجية. يا أحبابي، نجية ما كانتش غير مرأة عادية، كانت بحال هلال العيد. كانت من أجمل النساء، وجهها منور بالحياء، وعينيها كيحكيو قصص النية والصفا. ياسين جابها زوجة ليه على سنة الله ورسوله، بعد ما خطف قلبه أدبها قبل زينها. لالا الغالية واقفة في وسط المراح، شادة سبحتها وعينيها كيشوفوا في نجية بنظرة باردة بحال الثلج. كان في بالها تزوج ولدها لشامة، بنت ختها اللي كبرت معاهم في الدار. شامة كانت واقفة في الركنة شادة في طرف الحيط، وعينيها كيشعلوا بالنار الغيرة. شافت في نجية وقالت في سرها: جيتي تاخدي مكاني، والله ما تهناي بعد العتبة. ايوا نجية بنيتها الصافية مشات عند لالا الغالية وبست ليها اليد والراس، وقالت بصوت رقيق: لالا الغالية، انا اليوم بنتك قبل ما نكون كنا لها الدار، وقبولي ليدك هو عهد على المحبة والرضا. لالا الغالية جاوبتها بكلمة واحدة: مرحبا بك يا بنت الناس، الدار دارك والعتبة ليك. ولكن القلوب كانت مخبية خبز كبير. بدات نجية حياتها في الدار الكبيرة، كانت كتفيق مع الفجر، تعجن الخبز وتوجد صينية آتاي بريحة النعناع والزهر. كانت كتحترم الصغير والكبير، وحتى الخدم في الدار ولاو كيبغيوها لطيبة قلبها. وشامة لبست قناع، الصديقة الوفية، كانت كتجلس مع نجية بالساعات، تضحك معاها وتجرب معاها الزيوت والكحل وتسمع لأسرارها. وهي في الحقيقة كانت بحال اللي كيقلب على ثقبة في سفينة باش يغرقها. في هاد الأيام الأولى كانت نجية كتحس بالدفا في حضن ياسين، ولكن كانت كتلاحظ نظرات شامة ولالا الغالية ملي كيكون هو غايب، نظرات كتقول بلي هاد الهدوء ما هو إلا اللي كيكون قبل العاصفة. واش هاد النية غتحمي نجية من مكر شامة؟ وشنو هي أول عقدة غتنسجها شامة باش تفرق بين ياسين ونوارة قلبه؟ كملوا معايا الحكاية. دازت الأيام والشهور، ونجية المسكينة بحال الشمعة اللي كتذوب باش تضوي على غيرها. كانت كتظن باللي بالنية والصبر غتفتح كاع البيبان المسدودة، وما عرفاتش باللي كاينين بيبان القلوب اللي ملي كيعميها الحقد ما كينفع معاها لا صفا ولا وفا. شامة اللي كانت كتمثل دور الأخت الحنينة بدات كتنسج خيوط العنكبوت. كانت ديما جالسة مع نجية كتسولها: أختي نجية، شنو هو سر هاد المحبة اللي بينك وبين ياسين؟ واش عندك شي سحور؟ واش عندك شي سر؟ ونجية بنيتها كانت كتضحك وتقول ليها: سري هو رضا والنية، أشامة اللي كيبغي بصدق ربي كيسحر ليه القلوب. هاد الكلام كان كينزل على قلب شامة بحال السم. مشات عند لالا الغالية في واحد الليلة اللي غاب فيها القمر، وجلست في الركنة المظلمة ديال البيت الكبير. لالا الغالية كانت شادة جبهتها وكتقول: يا بنتي شامة، ولدي ياسين ما بقاش كيشوفني، ما بقى كيشاورني، هذيك البرانية سحرت ليه، عمات ليه العينين. هنا شامة قربت لودن لالا الغالية وبدات كتنفت سمها. قالت ليها: عندك الحق خالتي، شفتها بعيني ملي كيكونوا الدار ناعسين كتدور في المرح بالليل وكتمسح السواري بخرقة غريبة، راه هاديك سحارة وجايبة معاها البلا.
ايوا واتفقوا بجوج لالا الغالية بقسوتها وشامة بمكرها باش يديروا الفضيحة لنجية. وفي واحد الليلة والناس ناعسة خدات شامة واحد السرة كموسة ديال الثوب كحل عمرتها ببقايا الرماد والقطران وخيوط مشبكة وشعر كحل، وخرجوا لعتبة الباب الكبيرة وهما يحفروا تحت الزليجة اللي كتخطاها نجية كل صباح، ودفنوا ديك السرة الملعونة. لالا الغالية كانت كتشوف وكتقول هنا غيتدفن سعدك نجية، وهنا غيبان برهانك. ومن داك النهار تبدل حال الدار. لالا الغالية بدات كتمثل المرض، كطيح وتغيب وتقول ياسين انا ريا ولدي، هاد الدار دخلها النحس من نهار جات هاديك وانا كنحس بجمرة في صدري وركابية ما بقاو يهزوني. ياسين الشاب المرضي اللي قلبو بين مراته وميمته بدا كيتلف، الشك بدا كيدخل لقلبو بحال الضباب. وشامة كانت ديما حاضرة باش تزيد الحطب فوق النار، كانت كتقول ليه اخويا ياسين رد بالك، راه نجية كتمشي لبيتها وتسد عليها بالساروت بزاف، وريحة البخور اللي كدير غريبة، ما هي بخور ديال الفرح، ما هي بخور ديال الدار. نجية بدات كتحس بالصهد كيدور بيها. ياسين ما بقاش كيشوف فيها بديك النظرة ديال زمان، ولالا الغالية ولات كتشوف فيها شفت الموت. في واحد العشية ملي كانت نجية خارجة تجيب الماء، وقفت لالا الغالية وبدات كتغوت فينكم يا ناس الدوار، شوفوا السحارة شنو خبات لينا تحت العتبة. تجمعوا الخدم وجا ياسين كيجري وهزوا ديك الزليجة وخرجت السرة الملعونة. نجية وقفت مصدومة وجاها صفر بحال الثوب ولسانها تجمد. شافت في ياسين وقالت ليه بعينين دامعين والله يا ياسين ما نعرف هادشي منين جا، والله ما يدي قاصت هاد الحرام. ولكن شامة قاطعتها بضحكة ديال الشمتة. ايوا دابا هاد بان برهانك يا السحارة، كنتي باغية تخربي هاد الدار وتاخدي ياسين لك بوحدك. ياسين وقف بين نيتها وبين غدرهم والشك في قلبه كبر. واش غيتيق حبيبته اللي عاش معاها الصفا، ولا غيتيق عينيه اللي شافت السحور مدفون تحت العتبة؟ نجية المسكينة ملي شافت الظلم كياكل في سمعتها وياسين اللي كان سندها بدا كيبعد وكيشك. ما لقات غير ركنة في بيتها وباب سداتو عليها، ولكن ما سداتوش باش تبكي وتندب حظها، سداتو باش تخيط برهان صفاها. ياسين في يامات الصفا كان جاب ليها من الصفر واحد الثوب ديال المبرة قطيفة باللون الخضر الملكي، ثوب ما شافتو عين، ناعم بحال الريش النعام، وملي كيطيح عليه الضو كيعطي لمعة بحال الزمرد. ناجية جبدات داك الثوب وحطات حداها المرمى، وجبدات تسقلي خيوط الذهب الخالص والجوهر والياقوت اللي كان باها وصاها تخليهم للشدة، وبدات كتخيط كل غرزة برا كانت كديرها كانت كتحط معاها كلمة في سرها، كانت كترز الوفا وترز الصبر وترز الحق اللي ما كيموتش. كانت كدوز ليالي تحت ضوء شمعة وعينيها كيدمعوا، وهادوك الدموع كانوا كيطيحوا فوق الذهب وكيزيدوه بريق. شامة اللي كانت بحال خيال السوء ما خلاتهاش فوق قرها، كانت كل نهار كتدق الباب وتدخل كتقول لها يا خيتي يا ديك نجية شنو هاد العجب اللي كتصاوبي، واش كتخيطي كفنك بيدك؟ نجية كانت كتجاوبها هاد القفطان اليوم المشهود شامة، يوم غيبان فيه البيض من الكحل. شامة ملي شافت القفطان بدا كيكمل طار ليها العقل، كان قفطان كيبهر العيون، الصدر مطرز والتعصيبة بالذهب كتشعل، والكمام نازلين بالراندا والجوهر الحر، والحزام مخدوم بالهمة. طمع شامة ما كان ليه حدود، بدات كتمسح في كتاف نجية وتقول لها انتي دابا راكي سحارة في عيون الناس، وياسين غيطلقك، هاد القفطان غير غيضيع عندك، عطيه ليا نبرز بيه في العرس اللي جاي، وانا نوعدك غنحاول نهضر مع خالتي لالا الغالية باش تبرد من جهتك.
ناجية شافت فيها شوف اللي عارفة شنو مخبية في القلوب، وقالت لها القفطان وصاحبته في داك يا شامة، خوديه ولبسيه وتبرزي فيه كيف بغيتي، ولكن ردي بالك هاد القفطان راه مخيط بالنية، والنية راه عندها مولاها اللي كيحميها. شامة فرحات وخدات القفطان وطارت به وسدات عليه في صندوقها ب7 ديال السوارت، وما عرفاتش بلي خدات معاه لعنة الغدر اللي غتخرج فيها في وسط المجمع. وفي هذا الوقت كانت لاله الغالية خدامة في الخفاء. قنعت ياسين بلي الحل الوحيد باش يبرى من سحر ناجية هو يتزوج بشامة بنت خالته اللي حافظة سر ودار ميمته. ياسين اللي كان بحال مسلوب الإرادة وافق، وقلبه كينزف على ناجية اللي سد عليها الباب وما بقات كتهضر مع حد. جات لي في العرس والدار الكبيرة تسرجت بالقنادل والروايح عاطية بالمسك والعود القماري، الدوار كله مجموع والطوابل محطوطة، ولالا الغالية لابسة أحسن ما عندها كتستقبل الضياف بالفخر والشان، وكتقول في سرها اليوم غنقطع عرق البرانية ونسد باب الفتنة. أما شامة كانت في بيت العروسة، الفرحة ما سيعاها، جبدات داك القفطان الخضر الملكي اللي خيطاتو ناجية بالذهب والدموع ولبساتو، ومن اللحظة اللي قاستو بالمبرة جسمها حست بواحد الرعدة غريبة دازت في عظامها، ولكن الغرور عماها ووقفت قدام المراية، شافت راسها كيفاش كتشعل بالذهب والجوهر، وقالت اليوم أنا لالة الدار، والقفطان اللي خيطتيه يا ناجية بيديك غنتبرز بيه أنا في حضن ياسين. دخلات شامة المجمع وسط الصلاة والسلام والزغاريت كيهزو الحيط الصامت، الناس كاملين بقاو مبهوضين، يا ناري على قفطان ويا ناري على همة. الثوب كان كيبان بحال إلا فيه الروح، والذهب اللي فيه كينعاكس على الحيوط بحال البرق. ياسين كان جالس في بلاصة العريس وجهه قلبه مهموم، غير شاف القفطان عرف غرزة يد ناجية وعرف ريحة المسك اللي كانت كدير ناجية في ثيابها. قلبه تقبض عليه وحس بلي كاينة شي حاجة غلط. وهنا يا حبابي وقع اللي ما كان لا على بال ولا على خاطر، غير شامة حطت رجلها فوق المنصة، القفطان بدا كيضيق عليها، حسات بالخنقة في عنقها والحرارة بدات كتطلع عليها للراس بحال إلا راها وسط المجمر. خيوط الذهب اللي مطرزة بالنية بدات كتحرقها في جلدها. شامة بدات كتنهج ووجهها تبدل وعينيها بداو كيدورو بحال الحمقى. لالا الغالية قربت لعندها وهمست ليها مالك بنتي شامة، ركزي معانا الناس كيشوفوا. ولكن شامة بقوة السر اللي خباتو ناجية وسط هرزات القفطان لسانها تطلق بوحدو، ما بقاتش قادرة تسكت قدام لالا الغالية وقدام ياسين، قدام قاع قبيل الدوار. بدات كتغوت وصوتها واصل لآخر الزنقة. قالت أنا اللي درت السحر، أنا اللي حفرت العتبة بيدي، أنا ولالا الغالية اللي دفنا السرة المدفونة باش نهرقو ناجية. ناجية طارة بنيتها، وأنا الخائنة اللي سرقت ليها قفطانها وراجلها. سكتوا الطبول وحبست الصغاريت والناس بقاو مسمرين في بلاصتهم. لالا الغالية بغات تسد ليها فمها، ولكن شامة كانت بحال إلا ساكنها جن الحق. كملات كلامها وهي كترعد وقالت ليها حتى المرض اللي كتمثليه يا خالتي كان كذوب، بغينا غير نجرو ياسين لعندنا بالحرام. هاد القفطان كيحرقني، النية ديال ناجية كتحرقني. شامة طاحت للأرض وبدات كتمزق في القفطان بيديها وهي كتبكي بهستيرية. ياسين وقف بحال إلا نزلات عليه صاعقة، الضبابة اللي كانت على عينيه طارت في رمشة عين. شاف الأم ديالو اللي وجهها ولا كحل بشوها، وشاف شامة
اللي طايحة في فضيحتها. ياسين ما هضر ما تكلم، مشى لبيت ناجية وقلبو كيسبق رجليه. لقى الباب محلول والبيت خاوي، غير ريحة المسك اللي فيه. ناجية كانت شافت وسمعت كل شي وقررت ترحل قبل ما يوصل عندها. واش ياسين غيلحق بناجية ويصلح اللي ضاع، ولا لا الغالية وشامة؟ شنو غيكون مصيرهم من بعد هاد الفضيحة اللي هزت أركان الدوار؟ ياسين دخل بيت ناجية وهو كينهش، كينادي بسميتها وقلبو كيضرب بحال الطبل. ناجية، يا ناجية، سمحي لي يا بنت الناس. الغمام طار والحق بان، ولكن البيت كان بارد والمكان خاوي. لقى غير شالها اللي مصنوع من الحرير محطوط فوق المخدة، وجنبو واحد الرسالة مكتوبة بدموع العين. ناجية اللي بقات صامدة حتى بان برهانها، مرضاتش تبقى في دار ساكنها الغدر. في ديك الرسالة كتبات كلمات كتقطع القلب. قالت ليه: يا ياسين، النية ديالي كانت داري وصفايا كان حيطاني. ملي دخل الشك من الباب هرب الحب من الشرجم. القفطان اللي عطيتو لشامة ما كانش هدية، كان مراية باش تشوفوا فيها حقيقتكم. ضل كبيرة وساعت عليكم وضياقت على نيتي. أنا غادا البلاد فين القلوب ما كتظلمش، وفي الكلمة ميزانها الصدق ماشي السحر. ياسين خرج كيجري للغابة كينادي في الظلام وكيقلب بين شجر، ولكن ناجية كانت بحال السراب، غبرات وما خلات وراها حتى آثار. رجع ياسين للدار، لقاها ميتة بسكوت. لالا الغالية اللي كانت كتحكم وتأمر بقات ساكتة، بقات جالسة في الركنة وشادة راسها بيديها وشوها غطاتها. الناس كاملين خلاوها بوحدها، وحتى الخدم هربوا من دار سكنها النحس بفعيل مواليها. أما شامة بقات حالتها حالة. داك القفطان الأخضر بقى لاصق في خيالها بحال الكابوس. غادرت الدوار وهي هايمة على وجهها كتحكي للناس قصتها وكتحذرهم من ظلم النية. كيقولوا باللي شافت حقيقتها في داك القفطان وما بقى زين نفعها ولا مكر نجاها. ودازت سنين، ياسين عاش حياته نادم، ديما كيشوف في طريق الغابة وكيتسنى على الناجية يبان. والدار الكبيرة اللي كانت عامرة بالضحك والنشاط ولا دار مهجورة كيحكيو عليها الناس ويقولوا: هنا سكنت ناجية الطاهرة، وهنا غدرتها شامة الغدارة، وهنا نطق القفطان بالحق ليلة العرس المشهود. وهنا يا حبابي كتسالي حكايتنا اليوم، حكاية قفطان ناجية. تعلمت منها باللي النية هي السلاح اللي ما كيخطي، وباللي الظلم ظلمات يوم القيامة. اللي حفر حفرة لخوه طاح فيها هو الأول، واللي خيط حياته بصدق وخا يرحل كتبقى ريح طيبته عاطية في المكان. يا حبابي، كانت هذه حكاية من حكايات زمان، حكاية ناجية وياسين وشامة. كنتمنى تكون هذه الرحلة في عمق التاريخ والتراث عجباتكم. سؤالي لكم اليوم: واش في نظركم ياسين كان كيستحق فرصة تانية، ولا ناجية دارت صواب ملي رحلات وخلات كرامتها هي الفايزة؟ شاركوني آراءكم في التعليقات، وما تنساوش تشتركوا في قناتنا وفعلوا الجرس باش توصلكم كل حكاية جديدة بروح مغربية أصلية. خليت لكم الراحة والنية الصافية، ونتلاقاو في حكاية أخرى. في أمان الله.